اصطفينا من عبادنا، والصلاة والسلام التامان الأكملان على خير البرية وأزكى البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرشدنا إلى الخيرية بحديثه الشريف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السادة الحضور، ضيوفنا الأكارم، يسعدنا ويشرفنا حضوركم معنا ووجودكم بيننا وتلبيتكم لدعوتنا لتكريم حفظة كتاب الله تعالى، فأهلا وسهلا بكم. والآن مع فقرات التكريم. تفضل. لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، ضيوفنا الأكارم، نحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا. نحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نجتمع معكم في هذه الساعة المباركة لتكريم دفعة جديدة من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى في معهد الشيخ أحمد ترمانيني رحمه الله تعالى. وخير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات من كتاب الله تعالى يتلوها علينا الطالب الحافظ محمد باسم كابي، فليتفضل مشكورا مأجورا. تفضل يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. فهنيئا لكم يا أهل القرآن على هذه المكانة التي وعدكم بها ربكم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها
عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، أي كان يتمثل القرآن في سلوكه وتصرفاته، لا يحيد عن أوامر الله ولا يخالف كتابه. فيا من حملت بصدرك القرآن نورا يشع من الهدى وبيانا، كن مصحفا يمشي وفجرا ساطعا، وعلى ضياء الحق كن برهانا. الحفظ فضل فاتبعه جوارحا، واعمل به تستكمل الإيمان. أعلاك ربي بالهدى أعلاك، وبأجزل الفضل العظيم حباك. قد حزت نورا من ضياء كتابه، فغدوت نورا نهتدي بسناك. والآن تلاوات عطرات نسمعها من طلاب معهدنا، وسنبدأ مع أكبر حافظ من الله عز وجل عليه بالحفظ، الحافظ الشيخ محمد خير دعدوش. طبعا بجوز عمره جاوز 65 سنة، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله
يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. الدجى قد قارع القمر حامل القرآن رجل من رجال الله حتى ولو كان صغير السن، فالقرآن يغرس في نفس حامله الشجاعة ويبعث في قلبه العزة في دين الله، فيصبح وكأنه يمشي في هذه الحياة إلى الجنة بخطوات لا تزيغ ولا تنحرف إلى الشر والرذيلة، بل بأخلاق حسنة جميلة. والآن مع كلمات طيبات يلقيها على مسامعنا الدكتور عبد المنعم زين الدين، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في البداية نحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بشباب وجيل يتسابقون لحفظ كتاب الله ونيل الفضائل في بقعة أزاح الله عنها شر نظام مجرم كان ينشر الضلال والفساد ويشجع على التنافس في الرذائل. ثم أتوجه بالتهنئة والمباركة لهذه المشاعر، لهذه الثمار، وقد أتموا حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ليكونوا مشاعل نور سيتابع كل منهم عمله وميدانه وثغره الذي هو فيه. فالطالب سيتابع حتى ينال شهادة ما، فإن كان طبيباً ذكره القرآن بأن يكون صادقاً
وإن كان مهندسا دفعه القرآن أن يكون مخلصا، وإن كان معلما حفزه القرآن على أن يكون متقنا، وإن كان تاجرا دفعه القرآن أن يكون أمينا. القرآن حصن نحصن به مجتمعنا وأسرنا وعوائلنا وجيلنا ونشأنا في وقت تصرف الأموال الباهظة عبر مشاريع خبيثة لإفساد الجيل، لإفساد فطرته، لإفساد تعليمه، لإفساد منهجه، لإفساد عقله. كم وكم تضخ من برامج إعلامية عبر منظمات وعبر أحزاب وتجمعات هدفها إفساد العقول، إفساد الدين، إفساد الأخلاق. لذلك أنا أتوجه بالشكر الجزيل لأهالي هؤلاء النشء الطيب الذين أمسكوا بأيدي أبنائهم وأدخلوهم بيوت الله كي يحافظوا على دينهم، على أخلاقهم، على مستقبلهم، لا يضيعوهم كما ضاع غيرهم في مهاوي ما ترون وتشاهدون من ميوعة وانحلال وفساد. هنا التنافس ليس في الرقص الماجن على التيك توك، وليس في متابعة ألعاب وتفوق فيها في الخيال فيما هو على أرض الواقع فشل في الحياة. هنا التميز لا في الذين يبهرون بكل ما عند الغرب حتى باتوا يقلدونهم ويصغون لهم وهم يصدرون لنا الإلحاد والمثلية والشذوذ والانحراف والمعاصي. هنا التحدي، أنتم من ستتحدون هؤلاء، وأنتم من ستواجهونهم في كل مفاصل المجتمع. أتوجه بالشكر ختاما للمدرسين، المشايخ، المعلمين، الكوادر الإدارية الذين سهروا على هذا الإنجاز العظيم، فكانوا هم وهذا النشء من خير الناس، مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لا ننسى في الختام أن نترحم على أرواح شهدائنا الذين بدمائهم الزكية حموا من بعد الله سبحانه ومن بعد الله هذه الأماكن وهذا الشعب كي يكون الناس آمنين في تعليمهم، في مساجدهم، في أسواقهم. ونتقدم بالشكر لمرابطين ثوار يسهرون ليل نهار كي يكون النشء هنا آمنا في تعليمه، في حفظه، في دراسته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي أهلنا وبلدنا وشعبنا والمسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على أعدائنا، وأن يتوج فرحتنا هذه بفرحة كبرى بتحرير بلدنا من شر عصابة الأسد المجرمة وحلفائها ومن ساندها، والله ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا الدكتور على هذه الكلمات الطيبات. نجتمع اليوم لتكريم حفظة القرآن والفرحة تغمرنا، فكيف بالفرحة الكبرى يوم القيامة. نجتمع لتكريم حافظ القرآن، والحقيقة أننا نحن الذين تكرمنا بوجودنا مع حملة القرآن،
ونحن الذين تشرفنا بوجودنا مع حفظة أحسن الحديث. كن بكتاب الله أخي معتصما، تكن عند أهل العلم شخصا معظما. والآن مع وصلة إنشاد نسمعها من الإخوة في الفرقة، فليتفضلوا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا بضيئا كالنجوم تألقا. الله أكبر يا لها من نعمة لما يقال اقرأ فرتل وارتقى. وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فبه الفؤاد تعلقا. وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. يا أمة القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا وثقي بوعد الله أن يتحققا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من نعم الله سبحانه وتعالى علينا في هذا المحرر هذه النشاطات التي يتدارس فيها كتاب الله سبحانه وتعالى. وأريد أن أضرب مثالاً كي نعرف فيه من هو حامل القرآن. لو أن هذا المسجد تأخر إمامه وجعل الناس ينتظرون من يصلي بهم، فدخل أمهر الأطباء يقف في الصف، ثم دخل أغنى التجار يقف في الصف، ثم دخل مختار الحي كبير الحي، دخل الوزير، دخل غيره يقف في الصف ينتظرون إماماً. من يؤمهم؟ دخل طفل صغير هو أقرأهم حامل لكتاب الله. كل المصلين يستبشرون، مكانك في المحراب. يؤم القوم أقرأهم. هذا الشرف وهذه المكانة كانت لحامل كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو مكانه. وأي شرف أعظم من أن يحمل قلبك القرآن أو أن يحمل قلب ولدك القرآن. هذا من أكثر من 10 سنوات. انظروا إلى هذه الثمار. احمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ولكن نحمد الله ونشكره. يا ترى هل أنا وأنت لا يمكن لنا أن نكون مع هؤلاء؟ قبل قليل قرأ أمامنا حافظ لكتاب الله في 65 من عمره، وحفظ في هذا المسجد من هو فوق 70، وحفظ في هذا المسجد من عمره 9 سنوات، وحفظ في هذا المسجد من لا يبصر بعينيه. وين أخونا فادي؟ وين موجود فادي؟ تعال عنا حدا تفضل معنا. أخونا فادي ضرير لا يرى، أكرمه الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن، فبأي حجة يلقى ربه من يبصر؟ ولعل قائلا يقول يا أخي والله مخي مصدق إيه ما عم أحفظ. شيخ البخاري يحيى بن معين يقول لو لم نقرأ الحديث أو لو لم نكتب الحديث
50 مرة ما حفظناه. حافظ يعني شيخ من شيوخ البخاري يحيى بن معين يقول لك لو لم نكتب الحديث 50 مرة ما حفظناه. لو سألنا أخونا اللي عمره 65 كيف حفظت القرآن، أو أخونا اللي حفظ القرآن في 70 وفوق 70 ختم في 75، أكيد جاء من يقول له يا أخي أنت هلأ بهالعمر بدك تحفظ من كل عقلك، أنت مصدق؟ لكنه لم يلتفت وانطلق وثابر. وكلنا قادر على أن يكون من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. لا تقول عمري لا 70، والله في هذا المسجد يعني أعداد كبيرة، أكثر من 25 واحد حفظوا القرآن فوق 50 بين يعني النساء والرجال. هؤلاء حجة علينا. أخونا جزاه الله خيرا وأكرمه، ونقول طبعا قائده شو اسمك حبيبي؟ هذا شو اسمه؟ عبد الله. مين كان يحفظ أبوك؟ اللي الشيخ أيمن. وبالبيت مين يساعده؟ عبد الوالد. وأمه؟ قال لي الشيخ مين؟ نعم. في الحقيقة الشيخ في المسجد يسمع له، لكن كان يساعده في البيت زوجته، فهنيئا لها حفظ زوجها لكتاب الله وهو في صحيفتها. ففي حجة يا جماعة، في واحد منا عنده حجة. وأخص بكلامي طلاب العلم. اليوم تلاقي خريج كلية شريعة ومو حافظ 10 أجزاء. أنت طالب علم ينبغي أن تدأب على حفظ القرآن، لا حجة لك. لكن بالنهاية هو فضل من الله، من أكرمه الله به لا بد أن يشكر هذه النعمة. الله يجزيك خير أخونا فادي، ما نطول عليك. طبعا أخونا نموذج. منذ فترة جلس إلي في مسابقة أحد حفظة كتاب الله من بعد صلاة الفجر إلى قبل صلاة العصر، فقرأ القرآن في جلسة واحدة من أوله إلى آخره دون خطأ وهو أعمى. فيا إخواني اليوم الأمر متاح أن تحفظ كتاب الله. لا تقول بس ابني، ابنك وأنت، لكن خصص لذلك وقتا، ضع برنامجا لا بد أن يكرمك الله سبحانه وتعالى بذلك. نسأل الله أن يكرم أخونا الشيخ أسامة خير، وأن يمده وأن يكرمه بالصدق والإخلاص، لأنه إذا ما كان الصدق والإخلاص مع العمل فيكون العمل هباء. وأسأل الله أن نرى من هؤلاء قادة للأيام المقبلة، والحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا الدكتور على هذه الكلمات وجعلها في ميزان حسناته. طلاب كأنهم النجوم، معلمون هم المضيئون، حفل تشرق شمسه فرحا فيعقبه القمر مرحا. نور جبينك في هدى القرآن، واقطف حصادك بعد طول نضال. واسلك دروب العارفين بهمة، والزم كتاب الله غير مبالي. فهو المعين على الشدائد وطأة، وهو المهيمن فوق كل مجال. مبالي مثلك حافظ القرآن، طوبى لكم بمحبة الرحمن. أكمل طريق الخير واصعد سلمان، يصدح شداك ببلغة وبيان. أسلوب
بحفظه من أن تناوله يد الأنذال. يا من يقطع ليله بترنم قد فزت في الإدبار والإقبال. يا حافظ السبع الطوال وسورة الرحمن والفرقان والأنفال، فليهنك الحفظ الجليل وقبله نور الهداية في جميل خصال. قد فاز من جعل الكتاب قرينه ودليله أبدا إلى الأفضال. والآن كلمات طيبات يلقيها على مسامعنا الشيخ عدنان عيدو مدير معهد الإمام النووي فرع معرة النعمان، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه السادة الشرفاء، وسلم يا رب تسليما كثيرا. أيها الحضور الأكارم، أهنئ الأمة عامة وأهل هذه البلدة المباركة الطيبة خاصة، وأخانا وحبنا الشيخ أسامة القائم على هذا المعهد المبارك. أهنئهم جميعا على هذه الثلة والكوكبة من حفظة كتاب الله تعالى، وأسأل الله تعالى أن يكونوا نجوما زاهرات ينجاب بهم الظلام عن هذه الأمة. أبنائي الحفاظ، عندما خاطب ربنا تعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له: وإنه لذكر لك ولقومك. وطبعا إنه للقرآن، وإنه لذكر لك ولقومك، وذكر أي شرف وعز ومجد وفخار. ثم ختم الله تعالى الآية فقال: وسوف تسألون، ولسوف تسألون. إذن القرآن مسؤولية، وكما أنه يا أبنائي تشريف، هو في ذات الوقت تكليف ومسؤولية. وإنني أوصيكم بدقائق قليلة 3 وصايا يا أبنائي، وقد تشرفنا وتكرمنا بتكريمكم. أولا، تعاهدوا القرآن ولا تتركوه، فالمحافظة على القمة أصعب من الوصول إليها. فأن نحفظ ثم نترك ثم ننسى هذه مشكلة. نريد منكم أن تحافظوا على هذه القمة وعلى هذا الشرف من خلال تعاهد القرآن ليلا ونهارا. ألم يأمرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. هذه وصية أولى. وصية ثانية: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. وإن الله تعالى قذف في قلوبكم وفي عقولكم نور الوحي الذي نزل من الله تعالى على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وللعلم، عندما قرأ إمامنا الشافعي رضي الله عنه بين يدي الإمام مالك إمام المدينة، أعجب الإمام مالك بفكر الشافعي، نظر إلى اتقاد فكره ونور بصيرته، أوصاه وصية أوصيكم بها. اسمعوا:
قال له الإمام مالك للإمام الشافعي، قال: يا بني، إني أرى أن الله قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. إن الله قذف في قلبك نورا لا تطفئه بظلمة المعصية. أوصيكم بتقوى الله. ثم ختاما، لا يكفي أن تكونوا قرآنا يتلى، نريد منكم أن يكون كل واحد منكم قرآنا يمشي. لا نريد أن نرى القرآن على ألسنتنا وشفاهنا، نريد أن نرى القرآن في أخلاقنا، في شارعنا، في مدارسنا، في معاملنا. فدعونا نتخلق بخلق القرآن، مثل ما قالت السيدة عائشة: كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال كان خلقه القرآن. فأنا بدي أشوف فيك قرآن، كل واحد فيكم قرآن يمشي. وما شاء الله، يعني لا أقول صغار وكبار، ما في القرآن صغار، كلكم كبار، كلكم كبار ما شاء الله. فتح الله عليكم وزادكم الله فضلا وعلما وثبتكم على ما أنتم عليه. مبارك لكم جميعا أيها الأحبة الكرام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حفل تسامى بالهناء وبالرواء وبالأمل، حفل تجمل في السماء ونال في الأرض الحلل، حفل به تاج الوقار على تمام الفضل الأجل. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. والآن مع لحظات التكريم للحفاظ يقوم بها الأستاذ أسامة خير مدير معهد الشيخ أحمد ترمانيني بالمشاركة مع ضيوفنا الأكارم جزاهم الله خيرا. يعني الآن الفقرة التالية فقرة تكريم الطلاب الحفاظ، فنرجو يعني من أبنائنا الصغار الهدوء ليكون التكريم يعني بجو مناسب يعني يتسم بالهدوء، فجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يتزامن حفلنا هذا مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس معهد الشيخ أحمد الترمانيني لتحفيظ القرآن الكريم. 10 أعوام متواصلة من العمل الدؤوب ليصل عدد حفاظ وحافظات كتاب الله تعالى في هذا المعهد إلى 227 حافظا وحافظة، نسأل الله تعالى القبول والإخلاص. أما حفلنا اليوم فهو لتكريم 53 حافظا لكتاب الله تعالى. ونذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شكر الله من لم يشكر الناس. نتوجه بالشكر الجزيل إلى الكادر التدريسي في معهدي الذكور والإناث على جهودهم الطيبة والمباركة في إنشاء جيل على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول، وتقبل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخوتنا المشايخ تفضلوا شاركونا بالتكريم. أخوتنا الحفاظ المذيع اسمه يتفضل لعنا. الشيخ محمد عبد الرحمن دعدوش، تفضل على الأول. نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان، واغفر ذنبي يا رحمن، واستر عيبي يا منان، واستر عيبي يا منان. نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان، واغفر ذنبي يا رحمن، واستر عيبي يا منان، واستر عيبي يا منان. القرآن سراج الأمة، وبه نعلو نحو القمة، وبه العزة وبه الرفعة، وهو الشافع يوم الغمة، وهو الشافع يوم الغمة. القرآن به الإجلال، نور الصدر شفاء
وبه يتربى الأجيال. نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان واستر عيبي يا منان. القرآن سلاح المؤمن كالأترج طعم حلو والسفرة للباهر صحب والشاقي له أجر ضعف والشاقي له أجر ضعف. اقرأ رتل للآيات تعلو تعلو في الدرجات ولك تضاعفها الحسنات والتعليم به الخيرات والتعليم به الخيرات. نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان واستر عيبي يا منان. نور دربي بالقرآن نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان واستر عيبي يا منان. نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان واستر عيبي يا منان. القرآن سراج الأمة وبه نعلو نحو القمة وبه العزة وبه الرفعة وهو الشافع يوم الغمة وهو الشافع يوم الغمة. القرآن به الإجلال نور الصدر شفاء البال قوت الروح أنيس الحال وبه يتربى الأجيال وبه يتربى الأجيال. نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان واستر عيبي يا منان. القرآن سلاح المؤمن كالأترج طعم حلو والسفرة للباهر صحب والشاقي له أجر ضعف والشاقي له أجر ضعف. اقرأ رتل للآيات تعلو تعلو في الدرجات ولك تضاعفها الحسنات والتعليم به الخيرات والتعليم به الخيرات. نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا من. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم ومن الحزن ونعوذ بك من العجز ومن الكسل ونعوذ بك من الجبن ومن البخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم أحينا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتوفنا على ملته وأعدنا من مضلات الفتن. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصرنا على من ظلمنا وعادانا وشردنا وآذانا. اللهم عليك بطاغية الشام ومن ناصره ومن حالفه فإنهم لا يعجزونك وإنك على كل شيء قدير. اللهم انصر وثبت إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها
وفي بلادنا أرض الشام أرض الجهاد والرباط. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم ورأيهم وأذهب نزغ الشيطان مما بينهم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور وضياء أبصارنا وبصائرنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعلنا ممن يحفظ القرآن ويعمل بالقرآن ويتدبر بالقرآن ويتلو القرآن آناء الليل وأطراف النهار برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تترك فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.